السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا وبرنامجكم مشاكلنا. أمي مرة قالت لي، وأنا كمان هقولك زي ما أمك كمان قالت لك. واحدة كاتبة فالكلام شدني قوي، فأنا هرد على الكلام اللي مكتوب ده. الكاتبة بتقول لنا إيه؟ بستغرب لما ألاقي بنت بتحب واحد ودايما زعلانة وبتعيط. المفروض الحب مصدر فرحة مش بكا ونكد. كلامك صح، بس الأول نعرف إيه معنى كلمة حب. كلمة حب مش هو الحب اللي احنا شايفينه اليومين دول في التليفونات وشوية دباديب، ومفيش أي علاقة بين الولد والبنت وسموه حب. معرفش كلمة حب جابوها من فين. في ناس دلوقتي بقت بتتكسف يا جماعة من كلمة حب. كلمة حب مش عيب، ولكن احنا اللي خلينا كلمة حب عيب. كلمة رومانسية مش عيب، بالعكس احنا اللي خلينا كلمة رومانسية عيب بأفعالنا. دايما زعلانة، يا ترى زعلانة ليه وبتعيطي ليه؟ لو مفيش اي علاقة رسمية بينك وبينه او علاقة شرعية فمن حقك تكوني زعلانة. ليه؟ لانه بمنتهى البساطة مفيش حاجة تربطك بينك وبينه، فانت بتكلميه ازاي؟ طيب ليه اديتيله حقوق؟ وبستغرب اوي لما الاقي البنت بتدي الولد حقوق من غير اي حق شرعي ليه عليها، تخليه يتحكم فيها وفي تصرفاتها. طيب على ايه؟ هل هو خطيبك؟ هل هو جوزك؟ هل هو اخوكي او ابوكي؟ طيب لما هو لا، ليه كده؟ علشان ايه؟ فخدي بالك مبدئيا من حقك تبكي وتكوني زعلانه وتعيطي، لانه ايه؟ لان انت اديتي الواحد ملهوش اي حق عليك حقوق الدنيا كلها. طيب يا ترى لما اديتيله هو كده هتدي جوزك ايه؟ المفروض الحب مصدر فرحه مش بكا ونكد، صح؟ وكمان المفروض ان الحب تبادل واحترام. علشان ما يكونش بكا ونكد الحب لازم يكون حب شرعي. يعني ايه شرعي؟ يعني يكون لجوزك او لاخوكي او لابوكي، مش لمجرد واحد عرفتيه في الشارع مفيش اي رابط شرعي بينك وبينه. اوعى تقبلي بحد يوجع قلبك، ده من ضمن الكلام اللي بتقوله لك امك، صح؟ ما تقبلش بحد يوجع قلبك. حد انت عرفتيه في الشارع او في الجامعة او زميل شغل او كده، اكيد هيوجع قلبك لو مفيش اي رابط شرعي بينك وبينه. لا وكمان ايه، ويدشدشوا علشان عنده عقد نقص وفاكر كده نفسه راجل. معاكي حق، في اشباه الرجال كتروا قوي. علشان كده خدي بالك يا حوا، ما ينفعش تدي الفرصة لأي حد انه ايه، انه يعمل عليك راجل. انت ما ينفعش تبقي ست الا الراجل واحد بس، اللي هو هيكون جوزك وابوكي واخوكي، دول طبيعي. فخدي بالك انت مديه الحقوق ومخليه حد راجل عليك ولا لا. وفي الاخر هتبقى مشكلة كبيرة اوي لما تكتشف انه ما كانش راجل وان هو شبه ايه، شبه راجل مش اكتر. طيب ايه ايه كمان؟ حب اللي يفرش لك الارض ورد مش شوك، صح؟ انا متفق مع ماما في الكلام ده، بس من ناحية واحدة، ومن ناحية تانية لا، انا ارفض الكلام ده. يعني ايه؟ يعني انه مش هو دايما هتلاقيه كيوت وتلاقيه انه لازم يدخل ببوكيه الورد وكذا، لا. بوكيه الورد دلوقتي ممكن يكون عامل كام؟ 30 40 جنيه. لا، ناخد بالنا من حاجة، ان الحياة الواقعية احيانا بتكون صعبة. ان شاء الله هيفرش لك الورد، هيفرش لك الارض وهيكون حياتك كلها ورد، بس خدي بالك ان مش دايما هتلاقي ده. كمان هو هيجي وقت من الاوقات هيحتاج منك ده. طيب ايه تاني؟ الدنيا مش ناقصة هموم، صح؟ معاك حق يا ماما، الدنيا مش ناقصة هموم. علشان كده ما تخليش بنتك تبقى هم زيادة على جوزها، هم زيادة عليه. يعني ايه؟ يعني ما يكونش هو تعبان وطلع عينه في الشارع والحر فيرجع مستني يرجع علشان يلاقي مراته اللي تنسيه هموم الدنيا كلها، فيلاقيها بتزود هموم الدنيا. هنا الاحساس بيبقى صعب. يعني ايه الاحساس بيبقى صعب؟ يعني انا بكون راجع البيت عايز الاقي استقرار، عايز الاقي راحة نفسية، عايز الاقي امن وانسى الدنيا كلها مع مراتي، فلما ارجع والاقيها بتزود همي، طب انا ارجع ليه؟ فخدي بالك، المفروض امك بتقولك لما نحب نهون على بعض مش نزودها. كلامك صح يا ماما. علشان كده لازم تعلميها تهون على جوزها، وهتلاقيه كمان هو بيهون عليكي. ليه؟ ما نزودش هموم بعض. يعني ما تزوديش همومه وهو كمان مش هيزود همومك. سعدت جدا بيكي معايا النهارده يا حوا،
واستنوني الحلقة اللي جاية، ومتقلقيش الحلقة اللي جاية هتكون لآدم علشان ما تزعليش. شكرا ليكم، كان معاكم محمد جمال.